خلاص زهقنا من اللحمة، هنتجه بقى للأسماك. يلا نوريكم أسهل وأطعم صينية سمك، هي طعم مختلف جدا، هيعجبكم جدا، وإحنا متأكدين إن مفيش حد فيكم عملها قبل كده، لأن الصينية دي متوارثة عندنا احنا في العيلة، سهلة وسريعة، وأي حد هيعملها بسرعة في الحر ده، حتى لو عمره ما دخل المطبخ قبل كده. تعالوا نوريكم الطريقة. السلام عليكم حبايبنا في الله، واحد منه لله منه لله. خلانا نعيد الفيديو بعد ما عصرنا شوية لحمة. عقلها مش فيها بقى. بتذاكر يا جماعة. ليمون كتير بجد، ليمون كتير، حوالي ربع كيلو. بس يبقى ليمون مي مليان مي. اعصر يا مؤمن، اعصر يا مؤمن. لا ما بستخدمش دي. ايه ليه؟ خلاص بقى قلنا تعصر بايدك اهو. بس نعم، انا جالي تشنجات، كان نفسي اوريكم الحته وانا بعمل كده منها لله. انا يا جماعه كان فيديو جميل وعملت كده وضحكنا وهزرنا، هعيد الضحك ازاي؟ انا بصوا عاوزين نص كوبايه دي اساسي، مش ملاحظين ان ماما لابسه زي انت اللي لابس زي. تعالوا بقى نوريكم هنعمل ايه. ابعدي ايدك، ابعدي ايدك، ما بتشمري ليه؟ انا مشمر جاهز. سمك لسه، بصوا جايبينه لكم بالكيسه السوداء بتاعته، بنشتريه مجمد، لو مش مجمد جمدوه. الافضل في التقطيع السمك عشان ما يتهريش انه يبقى مجمد. طبعا احنا عارفين طريقه تنظيف السمك، اسهل حاجه بمقص. نبدا وهو مقفول زي ما هو، نقطعه حلقات مقفول. ناخد الراس كده بحته صغنونه ونطلع ايه اللي جواه ده كده. هو ساعه الغسيل هتلاقي الميه الدافيه طلعت كل حاجه. وبقيه الحلقات بالحجم ده كده. ليه بقى مقفوله؟ عشان السمكه دي لما بنحطها في الصلصه وبننزل عليها الصلصه سخنه بتتفتح جامد، بيبقى شكلها مش حلو، انما كده محافظ على شكلها دوائر. هنغسل السمك غسيل كويس ونرجع لكم. بعد ما ماما غسلت السمك بالشكل القمر التحفه ده، طبعا وريهم النظافه. وريهم النظافه. عارفين ازاي بقى بنشيل اي حاجه جوه؟ اي فرشه سنان مخصصه للسمك ايوه، وبننضفه بيها، بيبقى زي الفل في 10 دقايق على طول. بصوا شايفين ماما؟ ايه ده، انا نسيت المرياله. عارفه المرياله دي في قصه حزينه احكي لكم عليها. انا دلوقتي واحد بيساعد مامته في غسيل المواعين. ايوه المفروض اجيب لك مرياله. جايبه مرياله بينك، انا ليه اقف اغسل المواعين بمرياله بينك؟ انا عاوز مرياله زرقاء. بس كده اجيب لك مرياله زرقاء. لا ماليش دعوه، انا عاوز مرياله زرقاء. انزل دلوقتي اجيب لك. هنعمل لكم بقى دلوقتي اسرع صلصه سمك. في حله على النار هننزل بزيت كميه حلوه، ننزل بقرن فلفل حامي متقطع، مفيش ننزله برومي، ننزل بمعلقه توم كبيره، معلقه ونص كده يعني، كتروا في التوم. ومن غير ما التوم والفلفل يتحمروا ولا حتى يتدبلوا، هننزل على طول بكيس الصلصه المجمد بتاعنا. لو ما عندكوش صلصه مجمده انزلوا بحوالي كوبايتين عصير طماطم. هننزل بربع كوبايه ميه، هنغطيها ونسيبها تتسبك. عقبال ما الصلصه تتسبك معانا 3 حبات بطاطس. 3 ايه؟ حبات بطاطس. اسمها 3 بطاطسيات. نبدا نقطعهم شرائح. اهم حاجه الشرائح تبقى كلها نفس التخن عشان تاخد نفس السوا. هتدوق عظمه. اوعى حد ما يعملهاش سبايسي سنه. اللي مش هيعملها سبايسي بجد يعني هيندم، بس في اطفال بقى وكده يعلموهم. نبدا نرصها في بايركس. طبعا انتوا مستغربين بعمل لماما كده ليه؟ عشان انت بتصيع على شكل قلب. الله. ناخد بقى ايه السمكات وندي البطاطس رشه ملح خفيفه كده، حاجه بسيطه بس كده. هنسمي الله بقى ونرص فيها السمك بشكل حلو كده. بعد ما الصلصه ساحت وهتبدا تتسبك، نجيب الصفايه بتاعتنا وننزل بالليمون اللي احنا عصرناه. معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره كمون، ملح حسب الرغبه، واحنا بنحبه سبايسي فهننزل بمعلقه شطه. في كل الاحوال انزلوا بشطه بس قللوها بس شويه. معلقه صغيره كاري. الصلصه اتسبكت وبقت بالشكل تحفه اللي انتوا شايفينه ده كده، بس لازم يبقى فيها سوائل كتير لان لسه هنسوي تاني. يعني احنا مش بننشفها على الاخر اللي هو متسبكه صرف، يعني نص تسبيكه. نبدا بقى ايه؟ خد يا ماما انت حطي. سمي الله كده. حط بقى على الصينيه ايه؟ بحبحي ايدك. حط كله وبعدين الزياده نحطها. بصوا انتوا بجد هتدعوا لنا على الطريقه دي في السمك، ودي خاصه بينا احنا على فكره. ماما الله يرحمها هي اللي كانت متعهده بطريقه السمك دي. ادعوا لها بقى بالرحمه، يا رب تكون من اهل الفردوس الاعلى، ويرحم موتانا جميعا يا رب. قرنين فلفل رومي كده حلوين، نقطعهم حلقات كده. كمان شرايح السمك خلوها صغننه كده مش كبيره، تخينه يعني زي ما احنا قطعنا بالظبط. خليه يشرب من الصوص كده ويبقى طعمه كله نكهات بالظبط. اي فلفل انا بحبه، لوحه فنيه، حامي بارد رومي الوان، اي فلفل. نرص فلفل كده بشكل تحفه كده، منظر القمر الجامد التحفه ده على طول على الفرن. على فكره السمك مش هياخد وقت خالص يعني هو لغايه ما يتشرب وينشف خرجه. تقريبا هياخد حوالي تلت ساعه فرن سخن شديد، يعني كتير قوي لو نص ساعه. حطوه في الرف اللي في النص على طول. بعد النص ساعه بقى بالشكل التحفه الجامد جدا جدا كده اهو. هو بس مش شكل يا مؤمن، هو شكل وطعم. الكوستر ده شيليه، في كوستر تاني نحط عليه ونوديهم ده. كوستر القمر ده من
ازاي؟ شيك قوي وخامته تحفه. احلى ما فيه ان هو فعلا محمل وبيقدر يستحمل درجه حراره عاليه. هو جالنا من بنوته كده جميله ما شاء الله، عندها 5 توائم. لا ربنا- عندها توأمين وطفل، يعني 5 اولاد. توأمين وتوأمين. توأمين 2 وتوأمين توأم وطفل. وطفل. ورغم كده هي مجتهده وبتحاول تساعد بيتها، واتمنى ان انتوا تساعدوها بجد. بجد وحاجتها فعلا والله العظيم مش بنقول كده علشان مثلا حد يروح او كده، بس هي فعلا خامة الكوستر نظيفة جدا، ومش بس كوستر. كمان جابت لنا مكرميه القمر دي. يا لهوي والله جميلة قوي. بصوا تفاصيلها انا عاوزكم جميلة. تبصوا على، يعني بجد ما شاء الله عليها، اقسم بالله تحفة. شخصيه بسيطه كده وطيبه. وزي ما بيقولوا من البنات الشقيانه. على فكره امهات عندها طفل و2 بتشتكي وتصوت ومش هي قادرين. عندها 5 ما شاء منهم الله يعني. توأمين وتوأمين يعني بجد. وصغننين كلهم. ايوه، وما شاء الله انها تقعد تعمل حاجه بالفن والشكل التحفه ده، لازم ندعمها. لو ما دعمناش دي هندعم مين بقى؟ هنروح ندعم السفاهه؟ والله فعلا دي حقيقه. لو ما دعمناش الشخصيات الشقيانه دي بجد. هندعم مين؟ يا ريت يا ريت يا ريت زرار الشير ده ما يتشالش من عليه. الكومنتات دي تنهال، يعني عاوزين 500,000 كومنت و8000 20,000 شير. وربنا يا رب يقويكي ويساعدك، وانا عارفه المجهود اللي بتبذليه بجد، فربنا معاكي. وان شاء الله كل الناس تخش تدعمها وتظبطها وتشتري منها. السر بتاع الاكله دي هي في الليمون والبساطه. ليمون وشطه. مفيش ابسط من كده. بسم الله. انا عايزه ادوق البطاطس، لان دي الاضافه اللي احنا ضفناها زياده شويه عن اكادوا من فرط الجمال. ايه بطاطس جميله قوي. بس اقول لك على حاجه يا ماما، المميز فيها ايه بقى؟ انها خفيفه، خفيفه فعلا، فيها سنه سبايسي مع سنه مزازه. كومبو كده لذيذ قوي. بصي فايتكم كتير لو ما جربتوهاش. والله العظيم، يعني انا مش متخيل. يا دوب رمينا كل حاجه على بعض وطلعت بالطعم ده. حتى بصل السمك ولا- خلوا الراجل يقطعه وينضفه لكم، يعني لو انتوا عايزين تنجزوا. بس انا بحب السمك ده عشان بيتهري شويه من اللي بينضفه، فانا بحب ان يبقى مجمد واقطعه وانضفه، وسهل قوي تنظيفه على فكره. ده اللي فيه قشور ولا فيه حاجه. جرجير بقى وطبق رز ابيض، هتدعوا لنا. والله العظيم يا جماعه اقسم بالله بسيطه احلى صواني السمك. وطعمها تحفه فعلا، يعني طعمها جميل. اللي هو الناس اللي ما بتحبش الماكريل هتحبه على فكره، تغطي على اي حاجه. فجربوها عشان هتعجبكم قوي والله. وتكتبوا لنا في الكومنتات. لا ده انتوا تصوروا لنا. ايوه. شير كتير، الشير بيساعدنا على نشر المحتوى، وما محتوى ينتشر هنعمل لكم فيديوهات اكتر. ودمتم سالمين. والى اللقاء.